السلام عليكم. نرحب بكم في قناتي ما باسون كولينير، متعتي في الطبخ. كثير من البنات طلبوا مني نترجم فيديو تاع المطلوع او ثمثونت من الفرنسية الى العربية، وراني لبيت لهم الطلب ديالهم باش تعم الفائدة ويستفيد الجميع. اما لا تبعوني في المطبخ ديالي وراني رايحة نعطيكم كامل لي زاستيوس تاع هاد المطلوع. نعطيكم مقادير تاع 3 مطلوعات متوسطة. هنا درت 700 غرام سميد رقيق، حفنة فرينة، شوية ملح وماء دافي. تقدروا ديروا غير السميد وحده. السميد ديالي عنده بزاف الجهد، اذا زدت له حفنة فرينة باش نقص له شوية هذيك المرونة، يعني ليلاستيسيتي. نخلط السميد مع الفرينة والملح ونبلهم غير بشوية بشوية حتى نتحصل على عجينة تكون شوية طرية، وكي نخلوها ترتاح راهي رايحة تتماسك. إذا نعطيكم طريقتي في تحضير خبز المطلوع. النهار اللي نعرف باللي راني حابة ندير المطلوع، الحاجة الأولى اللي نديرها في المطبخ ديالي هو أني نبل العجينة ونحطها في فيلم بلاستيكي وننساها. العجينة لازم ترتاح على الأقل ساعتين. حتى انت اختي اذا كنتي امرأة عاملة شمخيها الصباح قبل ما تمشي الخدمة تاعك وخليها في فيلم بلاستيكي وحطيها في الثلاجة اذا كان الحال سخون بزاف، وكي ترجعي من الخدمة تاعك تلقاي العجينة تاعك مرتاحة على الاخر. ما عليك غير تعجنيها شوية برك، يا اما بالبيتخان او باليدين، وغير تبداي تدلكي فيها العجينه تاعك راح تولي ملساء بسرعه، لان حبيبات تاع السميد تنفخوا مليح وشربوا هذاك الماء اللي داخل، وهذا ما يعجل تكون الجلوتين في العجين. اذا هنا كما راكم تلاحظوا خطره نعجنها 2 أو 3 دقائق، وخطره نخليها ترتاح ربع ساعه تقريبا في فيلم بلاستيكي، ونكمل هكذا ونناوب بين الدلك والراحه حتى نتحصلوا على عجينه ملساء. وكي نتحصلوا على عجينه ملساء هنا نبدا نضيفوا الماء غير بشويه باش نتحصلوا على مطلوع خفيف وهشيش، ولكن ما لازمش نزيدوا الماء بزاف، لانه لازم ناخذ بعين الاعتبار بان الماء تاع الخميره راح يزيد يجريها. وفي الاخير نحضر الخميره بالماء دافي ونضيفوها للعجين. في المرحلة الأخيرة من بعد ما زدنا الخميرة العجينة تاعنا نخليوها ترتاح فوق طاولة العمل باش نشوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. وفي هذه المرحلة ما لازمش نحطوها تخمر مباشرة، لازم نستناو. إذا شفناها يابسة نزيدوا لها الماء، وإذا ارتخات وانطلقت معناه نقدروا نفوتوا للمرحلة القادمة تاع المطلوع تاعنا. هنا نضيف 2 أو 3 ملاعق كبار تاع الزيت لكي نتحصل على مطلوع طري أثناء استهلاكه. نقلص العجينة تاعي ونحطهم في خليط من السميد والفارينة ونخليهم يرتاحوا قليل من الوقت قبل ما نبسطهم.
نغطيو المطلوعات تاعنا بإحكام، وإذا كنا في فصل الشتاء نغطوهم بغطاء يكون شوية خشين ونخليوهم يخمروا. بعد ما خمر نفوت مباشرة لمرحلة طهي المطلوع ديالنا. نقدر نرفد المطلوع تاعنا بواسطة هذه الأداة الخاصة بالخبز، وهذا بلا ما تهبط لها الخميرة وبلا ما تتعوج. طاجين تاع الطين لازم يسخن مدة 15 إلى 20 دقيقة من قبل، يعني نحط الطاجين تاعي يسخن والمطلوع ديالي خصو غير شوية باش يكمل التخمير ديالو. قبل ما نبدا الطياب بشويه نقص النار على الطاجين ديالي الى المتوسط، وكي نحط ثمثونت ديالي الطيب ما لازمش نغفل عليها، نقلبها وهي مازالها خضره من فوق، يعني قبل ما تنشف، وفي نفس الوقت تكون خدات من تحت لون ذهبي بلا ما تتحرق. وبما اني قلبت المطلوع ديالي وهو مازال عجينه راح يلتصق وياخذ شكل الطاجين ويكتسب اللون الذهبي كي يطيب. الطهي تاع المطلوع يقدر يكون تاني على طاجين تاع الحديد. وشنو هنا كي نحطو المطلوع لازم النار تكون قليلة، وكي نقلبوه نديرو النار الى المتوسط. وبلا ما ننساو نطيبو الحواشي. وفي الأخير قبل الاستهلاك حنا في عاداتنا القبايل نحطو للمطلوع تاعنا أو ثمثونت زيت الزيتون، ونتحصلوا على لمعان وذوق رائع. شهر رمضان اللي راح على الأبواب، ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا، فرصة باش الوحدة منا تتمكن من هاد الوصفة. كل يوم أو يومين ديري زوج مطلوعات فقط، باش من الآخر تاع رمضان تكوني اكتسبتي كامل هاد لي زاستيوس تاع المطلوع وتولي ديريه بكل سهولة. إذا عجبتكم لا فيديو بارتاجيوها واعطيوني رايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.